دلوقتي انا بعمل لكم الفيديو ده ماتش الزمالك والبنك الاهلي بيتلعب دلوقتي حالا بتحكيم محمد عادل. على فكره انا مش زملكاوي زياط ولا زملكاوي هجاص ولا زملكاوي ان انا بميز. انا عايز بس اقول لكم على كلمتين. الحاجه الوحيده اللي عجبتني في صفقات الزمالك مع لعيبه كانت بتلعب في النادي الاهلي زي ناصر ماهر، زي عبد الله السعيد، زي احمد حمدي، هي حاجة واحدة بس. مش ان احنا بنعلم على الاهلي، مش ان احنا بنعمل صفقات على الاهلي، لا. الاهلي لما بيحب يعمل صفقات بيعمل صفقات على الزمالك، وانا زملكاوي بقولها لك. بيعمل صفقات على الزمالك، لاعب منور في الزمالك وبياخده زي كهربا، مؤمن زكريا، واخيرا امام عاشور. بس انا بقول لك الفيديو ده من كلمتين اتنين. انا اللي عاجبني في قصة ان لعيبة من الاهلي كانت بتلعب في الاهلي والزمالك عمل تعاقدات معاها، ان اللعيبه دي هتيجي في يوم من الايام واعرفوا الفيديو ده كويس وهتقول لكم بالفعل ايه الفرق ما بين الاهلي والزمالك. مش قصه قوه، مش قصه روح فانيلا، مش قصه الدم والعشق والكلام ده كله، لا. قصه ان وانت لاعب في النادي الاهلي وانت بيبقى فيه قدامك تحكيم، التحكيم ده بيخاف من النادي الاهلي، بيخاف من النادي الاهلي، مش قوه الاهلي ولا مش عارف، لا، هو بيخاف من الاهلي. الاهلاويه طبعا هيعجبهم الكلام ده وهيبقوا مبسوطين بيه، واقول لك احنا الفريق، احنا الجامدين، احنا العاملين، لا لا لا، هي مش كده. هي قصه ان خايفين من الاعلام الاهلاوي يقعدهم في البيت، خايفين من جمهور الاهلي يمسكهم بالفعل يخليهم يلبسوا الجلابيه ويقعدوا في البيت. ده طبعا اللي هو الايه التعبير الدارج اللي هو بتاع واحد بيبقى شغال ويلبس الجلابيه، يعني بيقعد في البيت جنب المدام. فطبعا انا بقول لكم الفرق بين ان انت تلعب في الاهلي وان انت تلعب في الزمالك، ان وانت بتلعب في الاهلي الحكم بيلعب وهو حاطط فردة جزمة في بقه. لكن انت لما تشوف ماتش الزمالك وتشوف تدخلات لعيب البنك الاهلي على لعيب الزمالك، خاصة دلوقتي اصابة كانت ناصر ماهر، انت لما تشوف كرة زي دي اقسم بالله العظيم استحالة استحالة وناصر ماهر بيلعب في الاهلي وكرة زي دي ما تتحسب على جريندو وياخد فيها انذار كمان. عبد الله السعيد نفس الحكايه، كوره واللاعب حيشه وما اتحسبتش وراح اعترض على محمد عادل واداله انذار. اقسم بالله عبد الله السعيد لو بيلعب في الاهلي واعترض على الحكم كان الحكم هيبوسه من هنا ومن هنا وما ادولوش انذار. لكن لانه بيلعب في الزمالك عادي جدا اعترض تاخد انذار وتكلم بادب. وانت لاعب عندك يحصل اصابه وكان ممكن لاعب يحصل له التواء زي زيزو وعادي، وممكن عادي خالص عادي خالص وما تتحسبش فاول ويمشي اللعب وما فيش اي مشكله. انا بقول الكلمتين دول، ده فرق الاهلي والزمالك، والتحكيم لما تبقى لاعب في الاهلي ايه وانت بتلعب في الزمالك.